جولة أكل الشوارع في الحصري 6 أكتوبر. تاكل فين وبكام في الحصري؟ ما عادش خلي بالك تصور. ليه؟ تاكل فين في الحصري؟ يلا بينا عند أطياب الشام دلوقتي. اول حاجه بيقطع الشاورما بتاعته، بعد كده بيملى الساندوتش توميه، بعد كده بيحط شاورما كتير جدا، بيحط شاورما تاني، بعد كده بينزل بالدبس رمان ويحطها على الصاج، بعد كده يلف الساندوتش. 80 جنيه. عمر هو اللي قال لنا عشان عمر من سكان اكتوبر، فقال لنا اطياب الشام محل قديم وطعمه حلو، فجربنا اول حاجه الشاورما من عنده. قلت له حلو جدا، هو يبان في الكاميرا صغير بس حلو. تحفه يا جدعان، الشاورما طعمها جميل، حاطط توميه كتير جدا زي ما شفتوا في الفيديو، ودبس الرمان مغير طعم الساندوتش. دلوقتي هنشوف المكان التاني. وصلنا يا جماعه الحي الاول عند مستر كبده، صاحبنا عمر قال لنا هو ب 25 جنيه، بس تعالوا نجرب. هنا بالليل في السهره ناس كتير جدا بتيجي تاكل من عنده، فقررنا ناكل السجق وقررنا ناكل الكبده. كان لازم نشوف هو بيعمل الساندوتش وفعلا بيغرقه كتير، فكان لازم نجربه بسرعه. ده السجق، خلينا ندوق. 25 جنيه السعر ولا بدل الفول والطعميه يعني. خلينا ندوق. ممتاز. بدل ما تاكل سندوتش طعميه ب 15 جنيه زاد 10 جنيه واحد سجق. صح يا عمر؟ حلو جدا، سجق جديد، سجق كتير جدا. نخش في الكبده، لان هو اسمه مستر كبده ومشهور بالكبده. 25 جنيه. لو خيرتني افطر كبده ولا افطر طعميه ب 20 جنيه و 15 جنيه، طبعا هفطر كبده. تحفه جامد. 25 جنيه احلى 25 جنيه هتدفعها. بص عامل ازاي يا عمر؟ 50 جنيه تفطر يا باشا احلى فطار، سجق وكبده. بالنسبه لي كبده احلى من السجق بكتير. بعد ما خلصنا الكبده والسجق الحلوين دول، كان لازم نطلع المكان اللي بعده. بعد كده وصلنا عند مكان بيعمل اكبر وارخص سندوتش في الحصري، الشعلان. مدفع. بيحط توميه ومخلل وخس، بعد كده يحط الطماطم وتتبيله، بعد كده بينزل بالكاتشب، بينزل بدبس رمان، بعد كده يلف الساندوتش ويحطه على الصاج كده يبقى جاهز. هو اسمه ايه؟ الشعلان. مش زعلان ليه؟ مش زعلان ليه؟ في كل حاجه حرفيا. تيجي بص تخنه قد ايه؟ هو تخين جدا كده. خلينا نعض بقى كده. تحفه تحفه. 40 جنيه. فكك بقى من طعميه وفول وحاجات، هو سندوتش واحد يا معلم 40 جنيه كبير، تقدر تخلصه عموما عند الشعلان. حاجه تاني زي ما جربناه قبل كده في تركيا، حيران. خلينا نجرب. بعد ما خلصنا كان لازم نطلع المكان اللي بعده. يعني احنا وصلنا دلوقتي دمسكينو. وصلنا يا جماعه دلوقتي عند دمسكينو عشان نجرب الايس كريم، عشان بس نطري على قلبنا بعد كل الحاجات اللي اكلناها. فيلا بينا نخش نجرب. احنا جبنا 4 انواع مالهمش علاقه ببعض. دمسكينو من اشهر الاماكن في الحصري، بيعمل اكل وحلويات كتير جدا، بس الايس كريمات عنده حاجه تانية خالص، فقررنا نجرب اكتر من نوع ايس كريم دلوقتي. فاول واحده لبان كاجو، تين شوكي وباشون فروت، وده ليمون ايطالي. نبدا باللبن ايه كاجو. في كاجو كده وندوق بقى. والعمر جامد موت، مليان قطع كاجو، وطعم الايس كريم مش فانيليا، طعمها حليب، عارف انت؟ تحفه. 35 جنيه طعمها حكايه، تحفه جدا. انا مش عارف هي ازاي ب 35. باشون فروت وتين شوكي. بص يا سيدي. مش مسكر، بس بقول لك ايه، فريش كانك بتاكل بجد بس ايس كريم. هو عارف باشون فروت بتاعي هيبقى مسكر اهو، مسكر وفيه مزازه جامده. حلوين. بص يا اسطى، الليمون فيه اخضر في اصفر، فاللي هو ايه، تعالوا بقى ناخد حته اصفر مع اخضر مع الاخضر ده قطع ليمون. طعمه نفاذ قوي يا اسطى. لا انا بصراحه دي اكتر واحده عجباني، لبن كاجو ده جامد. تحفه. ده بصراحه احلى واحد عجبني. بص يا جدعان، نخل ورا عمر وبتاع في الفخفخينه منه وايس كريم وبتاع. طبعا انتوا الحصري فيعني الموضوع مش انتنسيف قوي، بس هو حلو. بس خلينا دلوقتي نجرب حاجه كمان بعد الايس كريم. بس نخلص الايس كريم الاول ونطلع المكان اللي بعده. يا جماعه وصلنا دلوقتي عند عز المنوفي، بس للاسف اول لما وصلنا الكبده كانت خلصت، او هي اصلا ما خلصانه. عادش خلي بالك تصور. ليه؟ هو صاحب المحل عايز كده. عشان بيعمل سندوتش الكبده ده ب 40 جنيه، اللي احنا بناكله في وسط البلد ب 15 جنيه، ولسه واكلينه ب 25 جنيه. والراجل قال لنا ان اللحمه اللي اكلناها ب 25 جنيه بلدي، وهنا بيقولوا انه بلدي بس ب 40 جنيه، كل ده ب 40. فتعالوا ندوق كده نشوف ال 40 جنيه ديت تستاهل ولا لا، مع انه هو قال لي ممنوع التصوير مش عارف ايه، بس خلينا ندوق. مستر كبده احلى بجد. كبده طعمها كبده، بس تفتقر التوابل، وكبده
مش عارف، بس انا عايز اقول لكم على حاجه، هي بتفرق يعني. ممكن طاسه تبقى حلوه، طاسه تبقى وحشه، بتفرق. بس كده كده ده اسمه كبير. عز المنوفي حلو جدا طبعا، بس يمكن النهارده مش يومه. بس خلينا ناخد قطمه كمان كويس. بس انا عن نفسي مستر كبده في الحي الاول تحفه. ماشي يا جماعه، احنا دلوقتي وصلنا عند الاقصى الشريف زي ما عمر قال لنا. ده احسن محل مشويات، هو محل خنوق كده كده، الناس تاخد تيك اواي، مفيش اي اماكن للقعده، بس بيعمل مشويات حلوه جدا ونضيفه وبلدي. العيش عنده هو اللي بيعمله بيبقى مختلف شويه، مش بيبقى عيش بلدي، فبيخليه مميز فيه. بس صباع الكفته بالطول للاخر. بس ده طوله قد ايه يا عمر؟ لا لا ده كبير. والعيش كده فيه، عارف انت، عضه كده سريعه وهو سخن. في الجون بجد. كتاب 110. طعم الشوي باين جدا في الكفته، واللحمه فعلا باينه برضه. حلو جدا. بس السندوتش حلو، العيش مختلف جدا. عارف انت كانه عايشه بدهنه من جوه. في السندوتش فيه لمسه مختلفه غير العيش البلدي اللي احنا بناكله، بيبقى طعمه غريب. ده طعمه حلو. هناخد عضه ثانيه وهو سخن كده، يستاهل. يبقى هو عند المكان ده، هو في الحي السابع فين؟ عند المكان ده. ده كان فيديو سريع، ما تنساش تخش الصفحه وتتفرج على باقي الفيديوهات، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب.